هل ممكن اكون زي الهرم الرابع او حمزة بن دلاج ونكون حد خارق ويكون مفيش زيي خالص في البرمجة؟ ممكن، بس مش بنفس الطريقة اللي انت متصورة في دماغك. ان الموضوع مختلف تماما. لما بتبدأ بتخش في مجال البرمجة وبتبدأ تتعمق فيه بتحس ان الدنيا مختلفة بجد. اسمع مني، بس انا جاي اقول لك ان البرمجة مش للناس العباقرة ولا للناس اللي معاها شهايد ولا لغات صعبة. البرمجة والتكنولوجيا دلوقتي متاحة لأي حد، بس للي عنده إرادة قوية. احنا دلوقتي في زمن التكنولوجيا، زمن اللي كل حاجة فيه ماشية بالكود. الموبايل، البنك، التطبيق، المواقع، كل حاجة وراها مبرمج ومحلل بيانات ومهندس ذكاء اصطناعي وغيره، وحاجات كتير خالص انت ممكن ما يكونش عندك خلفية لسه عنها خالص. انا بدأت من الصفر وما كنتش اعرف ولا سطر كود ولا اعرف اي حاجة، بس بدأت ومع الوقت فهمت ان المجال مش صعب خالص والدنيا فيه سهلة، ومع الاستمرارية كل حاجة بتكون أحسن من الأول، بس محتاج التزام وصبر. علشان كده قررت هبدأ سلسلة كاملة أتكلم فيها عن مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والبرمجة، وإزاي تشتغل أونلاين وإزاي تبدأ صح وتوصل أسرع. أنا مش هشرح لك نظرة، أنا هاخدك في الرحلة معايا خطوة بخطوة، وهنتعلم سوا ونتطور سوا ونوصل سوا إن شاء الله. تابعني من أول فيديو علشان ده مش محتوى، دي بداية جديدة، والبداية الصح ممكن تغير حياتك.